مساء الخير. الفيديو ده مهم جدا يا حضرات، لاني هوضح لكم فيه اخر التطورات الهامة اللي حصلت في ال 12 ساعة اللي فاتت، وهوضح لكم فيه ايضا عن تفاصيل هتسمعها لأول مرة ومش هتشوفها في اي من وسائل الاعلام. من شوية مصر اعلنت انها هتستضيف مؤتمر فلسطيني شامل في مدينة العريش عشان يناقش وقف الحرب في غزة، وفي نفس الوقت إسرائيل أعلنت وقف اجتياح مدينة غزة والاكتفاء بعمليات دفاعية فقط. يا ترى إيه تفاصيل المشهد السياسي اللي بيدور دلوقتي بعيداً عن التحليلات المعقدة وكلام الإعلام؟ وإيه المتوقع حدوثه خلال الساعات اللي جاية؟ وهل حرب غزة هتنتهي فعلاً؟ تعال ناخدها من الأول كده واحدة واحدة، وخليني أبسطها لك بأكبر قدر ممكن. شوف يا سيدي، بعد ما حكيت لكم أول امبارح إن حماس أعلنت موافقتها على خطة ترامب، واللي جت بشكل فيه مراوغة سياسية، وطرحت فيها تعديلات على شروط الخطة بس بشكل غير صدامي، ويبان كأنهم بيشكروا ترامب. الطريقة اللي هم كاتبين بيها البيان بتاعهم تقريبا كده نجحت وأدت الغرض منها. طب إزاي؟ وليه بقول كده؟ عشان مباشرة بعد ما ظهر البيان بتاع حماس، ترامب عجبه البيان وتكيف منه لدرجة انه اتكلم عنه ونزل صورته كمان في صفحته على تروث سوشيال، ووجه الشكر ليهم وللدول اللي كان ليها دور في المفاوضات والوساطة، وعلى رأسهم الدولة المصرية وقطر والسعودية والأردن، على جهودهم في دعم تحقيق السلام في الشرق الأوسط بحسب تعبيره. بس الأهم هو الخطوة اللي عملها بعدها، وهي انه ضغط بشكل مباشر على إسرائيل عشان يوقفوا هجومهم الكبير اللي كانوا مجهزين له على مدينة غزة، وطلب منهم بشكل رسمي في تصريح إعلامي إنهم يوقفوا إطلاق النار والقصف عشان يتم تحقيق السلام. طبعا الموضوع ده كان في منتهى الأهمية، وطبعا كان مفاجئ بالنسبة لنتنياهو اللي كان بيحضر نفسه بالفعل لأنه يحاول إن هو يعمل زي ما بيقولوا يضرب كرسي في الكلوب ويبوظ المفاوضات والخطة كلها. وحسب مصادر استخباراتية فهو بالفعل كان بيجهز نفسه لأنه يقول لترامب إن رد حماس ده معناه رفضهم للخطة، بس ترامب ما ادالوش الفرصة ونزل البيان بتاعه وتصريحاته الأول، وده زنق نتنياهو وخلاه مش عارف يتصرف إزاي، وما كانش قدامه حل غير إنه يسمع الكلام. وبالفعل بعدها مباشرة القيادة السياسية في تل أبيب اضطرت إنها تدي أوامر للجيش إنه يجمد الخطة ويقفل على نفسه جوه المواقع اللي احتلها ويكتفي بالتحصين والدفاع. وده اللي عمله جيش الاحتلال بالفعل من امبارح، وتوقفوا عن محاولة السيطرة على مدينة غزة. بس نتنياهو كعادته زي أي صهيوني ملوش عهد ولا ذمة، رجع في كلامه بعدها يدوب بكام ساعة ونقض عهده وقال لك لا، احنا ما قلناش هنوقف القصف، احنا قلنا ان احنا هنقلل شدته بس. وبالفعل ما زال الجيش بينفذ عمليات قصف على المدينة لحد دلوقتي، لكن بقدر أقل، وده أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء لحد دلوقتي في القطاع للأسف الشديد. طيب ماشي، إيه بقى اللي حصل بعدها؟ محتاج بس تركزوا معايا لو سمحتوا. اللي حصل يا صديقي هو إن مصر طلعت بيان شكرت فيه المقاومة على البيان بتاعها، وشكرت ترامب أيضا على سعيه للسلام، وطبعا كل ده مجرد شكل دبلوماسي وكلها سياسة زي ما انتم فاهمين. وبعدها مباشرة مصر أعلنت عن مؤتمر شامل هيتعمل يوم الاثنين 6 أكتوبر في العريش عشان يتم مناقشة الخطة والتنسيق في ملف تبادل الأسرى تمهيدا لإنهاء الحرب. المؤتمر ده هيكون بإدارة مصرية بالكامل، وهيتعقد فيه اجتماع تفاوضي على أعلى مستوى بحضور مبعوثين أمريكان زي ستيف ويتكوف، ويمكن كمان جاريد كوشنر، ومعاهم الوزير الإسرائيلي صاحب النفوذ الكبير على اللوبيهات الإسرائيلية رون دارمر، المعروف بلقب ظل نتنياهو. الراجل ده خطير جدا، ودي نقطة مهمة ركزوا معايا فيها. رون دارمر ده صديقي معروف بأنه شخص يميني متطرف، وأهالي الأسرى الإسرائيليين بيكرهوه جدا وبيسموه باسم المعرقل أو المخرب. ليه؟ عشان هو طول عمره بيكون دوره في أي تفاوض يتعلق بإنهاء الحرب أو تبادل الأسرى هو إنه يبوظ الخطط ويطلعها لصالح نتنياهو.
ومصالحه الشخصية طبعا، وده لأنه معروف عنه أنه واحد من ضمن الدائرة الداخلية المقربة من نتنياهو، وأنه بيشتغل لحساب نتنياهو بشكل شخصي وليس من أجل المصلحة العامة في إسرائيل. يعني باختصار، وجود ديرمر على رأس فريق التفاوض الإسرائيلي معناه أن الملف ده بالنسبة لنتنياهو هو ملف سياسي وليس ملف أمني، وإن الهدف فيه هو شراء وقت لنتنياهو وتحقيق مصالحه الشخصية وليس سلامة الأسرى ولا أمنهم، ولا يهمه أصلا إيقاف الحرب. ومتوقع جدا من دلوقتي إن الشخص ده هيكون الوسيلة اللي هيستخدمها نتنياهو علشان يبوظ أو إن هو يوجه المفاوضات بالشكل اللي يخدمه سياسيا ويخليه يهرب من المحاكمة لو تم وقف الحرب. يعني قدر الإمكان الزيارة بتاعت رون ديرمر لمصر هتكون للتغطية على جرائم نتنياهو، وإنه حتى لو الحرب اتوقفت إنه ما يتحاكمش. طيب ماشي، بالنسبة بقى لحماس، هي طلبت إيه في البيان بتاعها؟ عشان تبقوا فاهمين، أنا ببسط لكم الأمور عشان تبقى فاهم إيه اللي بيحصل حواليك بالظبط. بص يا سيدي، أول حاجة حماس طلبت زيادة المدة اللي كان مديها ترامب لإطلاق سراح الأسرى، اللي هي كانت في الأصل 72 ساعة. حماس طلبت إنها تبقى أسبوع على الأقل. ليه؟ عشان يقدروا يجمعوا كل الأسرى من الفصائل ويطلعوهم من بعض المواقع اللي تم هدمها تحت القصف الإسرائيلي. وتاني حاجة في البيان بتاعهم، أصروا على انسحاب جزء الجيش الاحتلال من مناطق زي مدينة غزة، والأهم أنهم رفضوا فكرة نزع السلاح الكامل. وبعض القياديين في الحركة قالوا أنهم ما عندهمش مشكلة أن الأسلحة الهجومية أو يسلموا الأسلحة الهجومية لجهة عربية أو دولية، لكن منظومات الدفاعية أو الأسلحة الدفاعية هتفضل معاهم. وافقوا ان هم يسلموا الأسلحة الهجومية، لكن الأسلحة الدفاعية هتفضل معاهم، وهيسلموا سلاحهم كله للدولة الفلسطينية. طب كويس، وبالنسبة لمصر يا ترى بتخطط لإيه في المؤتمر ده؟ الإجابة إن الطرح المصري بيميل لفكرة تشكيل لجنة كفاءات فلسطينية مستقلة أو تكنوقراط زي ما بيسموها بلغة السياسيين، وده بهدف إدارة القطاع مؤقتا لحد ما يتوحد الصف تحت سلطة وطنية واحدة. وده خلي بالك هو المحتوى الأصلي لخطة ترامب اللي الدول العربية وافقت عليها قبل ما نتنياهو يتدخل فيها كالعادة ويغيرها ويحط فيها إن غزة تتوضع تحت وصاية أمريكية ويديرها توني بلير. يعني باختصار وعشان تبقى فاهم اللي بيحصل ببساطة، إن مصر وحماس دلوقتي بيلعبوا لعبة سياسية ودبلوماسية حساسة جدا، بيحاولوا فيها إنهم يخلعوا نتنياهو من الموضوع، بس يخلعوه بالشياكة ويرموا الليلة كلها على ترامب ويخلوه يمشي الموضوع بالشكل اللي هو طرحه في البداية واللي حصل عليه التوافق العربي في الأساس. واللي انت ما تعرفهوش بقى واللي بيستغلوا مصر والمقاومة في المفاوضات هو ان ترامب اصلا عليه ضغط داخلي كبير جدا في الداخل الامريكي دلوقتي، والدنيا معاه مش احسن حاجة خالص. الشعب والاعلام الامريكي كله تقريبا دلوقتي صوته عالي قوي، وبينتقدوا ترامب بشكل صريح لأول مرة في تاريخ أمريكا تقريبا. التدخل الإسرائيلي السافر في السياسة الأمريكية لدرجة أن المذيع اليميني تاكر كارلسون اللي يعتبر واحد من أهم الوجوه الإعلامية في أمريكا عمل حلقة كاملة في برنامجه من يومين بينتقد فيها إسرائيل وتحكمها في السياسيين الأمريكان وحتى في الرئيس نفسه. عايز أقول لكم إن مشاهدات الحلقة دي معدية عشرات الملايين، وأحرجت ترامب وحكومته جامد جدا، وهسيب لكم لينك للحلقة دي في الكومنتات تحت. المهم إن بالفعل معظم الشعب الأمريكي دلوقتي، دي الخلاصة يعني، متضايق من القصة دي، وبقوا شايفين إن رئيسهم أصبح ألعوبة في أيدي الإسرائيليين بيحركوه زي ما هم عايزين. وعشان كده ترامب عايز يبين نفسه إنه جامد ومحدش بيتحكم فيه، وغالبا هو ده السبب. وطبعا كل ده إلى جانب إنه هيموت وياخد جايزة نوبل للسلام اللي المفروض الإعلان عنها خلاص كمان كام يوم في شهر أكتوبر اللي احنا فيه ده. وطبعا كل دي دوافع أدت إلى أن ترامب اضطر يحرج نتنياهو وزنقوا بالبيان بتاعه اللي أجبروا فيه على وقف احتلال غزة. وغالبا برضو ده اللي مصر وحماس ولجان التفاوض هتحاول تستغله في إنهاء الحرب في مؤتمر العريش. فيا ترى إيه بقى اللي هيحصل في الساعات اللي جاية؟
هل مفاوضات العريش هتفتح أخيرا باب لتهدئة حقيقية وتبادل شامل ينقذ آلاف الأرواح، ولا الصهاينة كالمعتاد هيبوظوا الخطة والدنيا هتنفجر مرة تانية؟ وطبعا أخيرا بنتعشم في الله خيرا، وأملنا في المؤتمر ده إنه ينجح ويوقف الحرب ويدي إخواتنا في غزة نفس يتنفسوه أخيرا لأول مرة من سنتين. لو وصلت لهنا ما تنساش الشير علشان الموضوع يوصل لغيرك ويبقى متابع التطورات بأدق التفاصيل. وطبعا كل الشكر لحضراتكم، وتحيا مصر.